كنت واقفة بحلة المحشي على الباب، وعمالة بقول لها: افتحي يا حماتي، افتحي، ده انا عامله لك المحشي اللي بتحبيه مني، افتحي عشان عايزاكي في موضوع. ووقتها كنت عمالة ببص على السلم من فوق لتحت كده، وما كنتش عايزة حد يشوفني وانا داخلة عندها، لاني مش عايزة وجع دماغ. بس في الوقت ده فتحت لي ودخلت على طول، وقلت لها: شفتي بقى انا عملت لك مفاجأة ازاي؟ مش انتي بتحبيه يا حبيبتي؟ انا عملت لك حلة ليك انتي لوحدك. لقيتها فرحت قوي وقالت لي: ده انا نفسي فيه، انتي عارفه انا بحبه قد ايه، ده انا حتى لو اكلت كل يوم من ايدك هبقى برضه فرحانه ومبسوطه. فرحتيني قوي، ربنا يفرح قلبك. وقلت لها: يا رب، ان شاء الله. تعالي بقى دوقيه وقولي لي ايه رايك. ساعتها قعدت وبدات تاكل، وهنا قلبي وجعني وبدات اترعش. بصراحه كنت خايفه قوي، واللي خوفني اكتر لما لقيت الباب يخبط ورحت عشان افتح. في الوقت ده طبعا هي كانت بتاكل، وساعتها لقيت أسامة جوزي جه بدري من الشغل. قلت له: أسامة، الحمد لله على السلامة. هو أنت جيت بدري ليه؟ وليه جاي على شقة ماما؟ ليه ما طلعتش عندي فوق؟ رد وقال لي: أصل ماما وحشاني قوي، مش عارف ليه. وبعدين هي كانت قايلة لي على حاجات أجيبها لها، وللأسف الفلوس معايا ما كملتش، فأنا عشان اتأخرت عليها جيت أقول لها معلش، وما تزعلش مني يعني لو اتأخرت عليها في الحاجة دي، لاني بصراحه كده معيش فلوس اجيبها. قلت له: طب تعالى، تعالى بس، حماتك بتحبك. قال لي: ليه؟ قلت له: ده انا عامله محشي يستاهل بقك، بس بقول لك ايه بقى، عشان كده نكون صراحه قدام ماما، ما ينفعش تاكل من الحله بتاعتها، الحله دي انا عاملاها لها مخصوص، انما انت بقى عندك كتير، ابقى كل منها زي ما انت عايز. ساعتها قال لي: ماشي، اهم حاجه امي حبيبتي تاكل. قالت له: ربنا يخليك لي يا حبيبي. وكانت عماله بتاكل المحشي وكانت مبسوطه جدا، وانا لاني كنت متوتره وخايفه جدا، فقلت له: اسامه، انا هطلع اجيب حاجات من فوق، اصل انا عامله عصير يستاهل بقك، لازم اديلك منه كوبايه، وكمان عشان ماما تبلع المحشي، فانا هطلع اجيب ازازه العصير وهنزل على طول. قال لي: ماشي. وفعلا طلعت. كان قلبي بيترعش، ما كنتش قادره استحمل. وجود اسامه وترني جدا وبوظ لي اعصابي خالص، وخلاني خايفه، خايفه قوي. وساعتها دخلت الشقه، وقفت شويه في المطبخ عشان اعطل نفسي تكون هي اكلت كويس وكمان خلصت اكل. وفي الوقت ده خرجت بره وكنت خلاص هنزل، وفجأة سمعت صوت جوزي وهو بيصرخ، كان بيصرخ جامد جدا. اتخضيت ساعتها ونزلت بسرعة عنده، وأول لما فتحت وقفت قدامه اتصدمت من اللي شفته. بس اللي حصل بعد كده كان كله عشاني أنا. وفي الوقت ده لقيت حماتي مرمية على الكنبة، ولقيت أسامة بيقول لي: الحقيني، أمي مش بتنطق وهو مش بتتنفس خالص. رديت وقلت له: ليه كده بس؟ ايه اللي حصل لها؟ دي كانت كويسة وكانت مبسوطة بالأكل. وطبعا كنت خايفة قوي لحد لما قربت منها ولمستها، وقلت له: للأسف يا أسامة، للأسف مامتك اتوفت، البقاء لله يا حبيبي. وفضلت أعيط قدامه، لقيته هو كمان بدأ يعيط ونهار جدا، وقال لي: طب نوديها لدكتور، نوديها لأي حاجة. قلت له: هو أنت عايز تبهدلها؟ حرام عليك، هننزلها ازاي ونطلعها وهي ميتة كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا حبيبي، احنا إكرام الميت دفنه، وطبعا مش هينفع ندفنها من قبل ما اختك تيجي وتحضر كل حاجة، وانا هحضرها. تعالى بس ندخلها ونحطها على السرير ونحضر كل حاجة. وفعلا شلتها انا وهو ودخلناها على السرير، وأسامة طبعا كان منهار، وانا كمان كنت منهارة قدامه. وقلت له: خلاص يا أسامة، انت مش هتقدر تمسك نفسك، اطلع انت يا حبيبي بره، وانا هتصرف في كل حاجة. وفعلا طلع بره، وانا وقتها بقى اخدت من حماتي كل الذهب اللي كانت لابساه، على اساس يعني انها تتغسل، فلازم طبعا تكون قلعة الذهب بتاعها. شلت كله وخبيته، وطبعا غطيتها وطلعت بره. وقلت له: أسامة، اتصل يا حبيبي باختك. قال لي: ما انا اتصلت بيها. وبمجرد ما عدى 5 دقايق كانت جت، وكانت عمالة بتصرخ على أمها، ودخلت جوه وقعدت تبص عليها، وقالت له: ماتت ازاي؟ ايه اللي حصل لها؟ قلت لها: دي كانت كويسة وزي الفل، ده انا حتى جايبه لها حلة محشي عامله لها بايديا، وانا عارفة انها بتحبه. وهي يا عيني ما تهنتش عليه. وفضلت اعيط قدامها، لقيتها بتقول لي: طب ليه ما وديتهاش لدكتور؟ ليه ما جبتوش حتى دكتور يبص عليها؟ قلت لها: ما اديكي شايفة يا بنتي، هو انتوا عايزين تبهدلوها وخلاص؟ هننزلها ازاي احنا بالمنظر ده؟ قالت لي: عندك حق، بس في حاجة غريبة، هو فين الدهب بتاع امي؟
قلت لها شايلاه، هيروح فين يعني؟ ايوه شايلاه، ما تقلقيش عليه. كل حاجه تمام. بس اظن ده مش وقته ان انت تسالي على دهب. عيب عليكي بقى. وفي الوقت ده طبعا الجيران جم وقرايبها، والبيت اتملى ناس. وانا استغلت الموضوع ده في ان انا اهوي عن نفسي شويه. وفي الوقت ده شربت شويه عصير، لاني كان ريقي نشف من اللي حصل. وفي الوقت ده كان جوزي جهز كل حاجة بسرعة، وكان مصمم ان هو يدفنها عشان طبعا اكرام الميت دفنه. وفعلا رحنا ودفنها، وخلاص كل حاجة تمت. وانا وقتها بقى ارتحت قوي قوي، حسيت ان انا مبسوطة. وتاني يوم اول لما ماتت، وقفت في المطبخ وفضلت اعمل محشي واقول له انت السبب، وشك حلو عليا قوي. ده انا من غيرك ما كنتش هعرف اعمل اللي انا عايزاه. ده انت حبيبي وانا بحبك قوي. وفضلت ألف في المحشي، وبعدين سبت الحلة وقلت أروح أبص على الدهب وخليني أفرح شوية. وفعلا فتحت علبة الدهب وفضلت أبص لها، وبقيت أقول كل ده عشاني؟ مش معقول. وقلت هو كده مفيش وقت، أنا لازم أتحرك دلوقتي. ونزلت بسرعة من البيت، ورحت ساعتها المحل عند فايز ابن خالتي، وقلت له أنا عايزة نفس شكل الدهب ده بس يكون فالصو. قال لي بس ده هياخد وقت. قلت له لا، انا هزود لك الفلوس شويه، وانت بقى تشد حيلك وتخلص لي كل العلبه دي في ظرف اسبوع، اجي استلمها منك بنفس الاشكال بالظبط. ومش عايزه اي لعبه كده ولا كده. رد وقال لي حاضر عينيا، بس انت هتظبطيني في الفلوس. قلت له عينيا الاتنين. ومشيت ساعتها، رجعت على البيت بسرعه عشان اكمل الاكل، وجوزي يرجع يلاقيني مشغوله. وفعلا رجع ولقاني فعلا واقفه في المطبخ وبعمل المحشي وبعمل الاكل. ولقيته بيقول لي امي لسه ميته امبارح، هو يعني ينفع تطبخي كده وعادي؟ قلت له انا عارفه يا حبيبي، والله يكون في عونك، ربنا يصبرك. بس الاكل يا حبيبي ملوش دعوه بالكلام ده، انت لازم تاكل وتبقى كويس. وكمان انا لازم اهون عليك واعمل لك الحاجه اللي بتحبها. مش انا برضو بحبك يا اسامه؟ رد وقال لي ربنا يخليكي ليا، هو انا بقى لي حد غيرك انت والعيال؟ قلت له ايوه العيال، فكرتني. النهارده هيجوا ان شاء الله من عند اختي، وخلاص كده خلصوا الاجازه واديهم انبسطوا يومين. والحمد لله ان هما ما حضروش موت امك، لانهم كانوا بيحبوها متعلقين بيها قوي. روح انت بقى ارتاح، وانا هجهز الغدا يكونوا هما وصلوا. وفعلا جهزت الغدا وقعدنا كلنا ناكل. وانا بقى عماله بحلم هعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ ده الدهب لوحده يجيب نص مليون جنيه. وكنت عمالة بحلم بالحاجات اللي أنا نفسي فيها واللي أنا عارفة إن أنا أحققها. خلاص ما بقاش في حاجة دلوقتي تقف قدامي. هشتري حاجات كتيرة قوي، هشتري عربية، ويمكن كمان أشتري دهب. أو الأحسن هعمل وديعة في البنك عشان ما حدش يشك فيا دلوقتي، وبعدين أطلع الفلوس وأقول إن أنا ورثت من أي حد. وفضلت أفكر وأنا سرحانة، ولقيت أسامة بيقول أنت سرحانة في إيه؟ قلت له ولا حاجة، بفكر بس هعمل ايه بكره وهعمل ايه في دروس العيال. مفيش حاجه يا حبيبي. وفعلا قمت من قدامه وانا بقول انت لو تعرف انا عملت ايه يمكن عمرك ما تسامحني. بس اعمل ايه بقى؟ انا لازم احقق احلامي، وانا كنت عارفه انها كده كده هتموت يعني. هي كانت هتعيش قد ايه؟ وفي الوقت ده دخل اسامه الاوضه، وقلت له كويس ان انت جيت عشان انا عايزاك. انت بقى يا حبيبي تنادي اختك وتتكلم معاها. قال لي نتكلم في ايه؟ مش فاهم قصدك على ايه يعني؟ رديت وقلت له على الورث. إيه انت؟ احنا يا حبيبي عايزين الشقه، هناخد الشقه دي لعيالنا، وانت تكتبها لعيالك الاتنين. اظن بقى ده حقهم. واختك بحق ربنا تاخد الدهب بتاع امك كله، وانت عارف الدهب غالي قد ايه، يعني هتكسب كويس قوي. رد وقال لي بس الدهب يعتبر غالي قوي، والشقة أزيد منه بحاجة بسيطة. قلت له أيوة، وإيه يعني؟ دي أختك حبيبتك، هو أنت يعني لازم تاخد قدها مرتين؟ اتنزل عن حاجة عشان خاطرها، حرام. دي برضو أختك وملكش غيرها. ساعتها قال لي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. قلت له أمين. وفي الوقت ده أخته اتصلت، قلت يا خبر، دي أكيد هتسأل على الدهب وهتسأل على الحاجة، مع إن أمها لسه ميتة امبارح. وساعتها رديت عليها وقلت لها ايوه حبيبتي، عامله ايه؟ انت كويسه دلوقتي؟ قالت لي اه كويسه الحمد لله. اقول لك ايه يا فاتن، هو الدهب فين؟ وقلت لها بصي بقى، انا هجيبها لك بصراحه، انا لسه مكلمه اخوكي وقلت له يسيب لك الدهب كله، وانت طبعا عارفه هيجيب قد ايه، واحنا بس محتاجين الشقه دي تسيبها لنا، وده يبقى نصيب اخوكي وانت نصيبك الدهب. ساعتها فرحت قوي،
لانها عارفه ان الدهب كتير. ولقيتها بتقول لي ماشي، انا موافقه، انا بكره هجيلك عشان اخده. وقلت لها لا، بكره ايه؟ ده انا رايحه عند امي، رايحه البلد كمان انا وهي، مسافرين، وهرجع كمان اسبوع، بالظبط اسبوع وتعالي لي هتاخدي الدهب بتاعك. ساعتها قالت لي ماشي، هصبر اسبوع، مع ان اسبوع كتير، بس ماشي مفيش مشكله، كمان اسبوع كده هجيلك يا فاتن. وقفلت السكه على طول. كانت ميته جدا على اللي انا كنت مستغربه له انها ما لحقتش تزعل على امها. معقول الانسان رخيص كده؟ طب انا مرات ابنها، هي بقى بنتها. وفوت من سرحاني على صوت اسامه وهو بيقول لي انت بتقولي لها كمان اسبوع ليه؟ وراح البلد فين؟ قلت له عندي فرح بنت عمي وكان لازم احضر، ومحدش يعرف بقى الكلام ده، يعني هروح كده لانه في البلد وهرجع على طول. تعرف يا حبيبي، لو كان الفرح هنا ما كنتش حضرته. الله يرحمها امك، ربنا يغفر لها يا رب. علي ماشي، اعملي اللي انت عايزاه، اهم حاجه ما تتاخريش وترجعي. قلت له ان شاء الله قبل اسبوع هكون عندك، بس اسبوع كده اكون انا ريحت وتاخد حاجتها وان شاء الله تتم. ساعتها قال لي ماشي. وفعلا من تاني يوم مشيت ورحت عند امي. وطبعا انا في الوقت ده كنت مستنيه فايز يخلص علبه الدهب. ولما رحت له لقيته عملها فعلا، عملها زيها بالظبط. وكنت مبسوطه قوي، واديته كل الفلوس اللي طلبها. ومشيت يا دوبك من عنده وبعت كل الدهب، واخدت الفلوس وحطيت باسمي وديعة في البنك. وقلت كده انا ضمنت حقي. وكان الدهب المتقلد كله معايا، وكنت مبسوطه ان انا عملت كل حاجه وكل حاجه مشيت سليمه. ورجعت البيت بعد كام يوم، وطبعا اخته جت تاخد الدهب. وقلت لها خدي يا حبيبتي، الدهب بتاع امك اهو، امانتك رجعت لك، انا كده معلش اي حاجه. قالت لي صح، عندك حق. وساعتها كان اسامه قاعد، وقلت له بس انا عندي شرط. الدهب ده كان عندي وانا مقلعه لها بنفسي. معلش يا اسامه، الحق حق يا جماعه، ما تزعليش انت كمان يا حبيبتي. انا عايزاكي تمضي ان انت استلمتي الدهب، عشان كده اكون انا بريئه بقى. ساعتها قالت لي ماشي، امضي ما امضيش ليه. هو فعلا مضت بعد ما اتاكدت ان الحاجه زي ما امها كانت جايباها بالظبط. وخدت العلبه ومشيت على طول من البيت. جوزي كان زعلان ان انا مضيتها، بس انا قلت له انا كده بضمن حقي وحق نفسي، عشان ما ترجعش تقول اي حاجه. وعدت الايام وانا كنت فاكره كل حاجه تمام، لحد لما طبعا فاتن جت واتخانقت معايا وقالت لي الدهب ده كله فالصو. ساعتها قلت لها وانا مالي، انا ماليش دعوه، امك ساعتها كانت ميته، وانا لميت الدهب كله وشلته، وكانت امانه عندي، وسلمتك امانتك، وانت مضيت ان انت اخدتيها، عايزه مني ايه تاني؟ ساعتها اسامه قال لي ازاي ده؟ امي ما كانتش لابسه دهب فالصو، دي كانت لابسه دهب، دهب اصلي، وانا عارف الكلام ده كويس. ايه اللي هيخلي ماما تلبس فالصو؟ قلت له ما اعرفش، انا اللي عليا عملته، وانتوا بقى وضميركم، ماليش فيه انا الكلام ده. وطبعا خلصت الخناقه على ان فاتن قطعت اخوها وقطعتني انا كمان. وطبعا عدت الايام وانا كنت مرتاحه، لحد لما في يوم جالي خبر صعب جدا، صعب ما قدرتش استحمله. وده لما جالي في التليفون ان العربيه اللي فيها الولدين عملت حادثه وهم راجعين من المدرسه. وطبعا رحت على المستشفى زي المجنونه، وهنا عرفت الصدمه الكبيره، ان واحد منهم مات والتاني في حاله خطره. انا وجوزي كنا منهارين، وساعتها قلبي وجعني قوي، وقلت اكيد ده من اللي انا عملته، اكيد ده ذنب الست اللي انا عملت كده معاها، وحطيت لها ممنوعات جوه المحشي وقلبها وقف عشان كده. انا كنت قصده كل ده. الست ماتت وانا اخدت الدهب بتاعها، وكمان نصبت على بنتها في الدهب. كل دي مصايب كبيرة قوي، مش عارفة انا عملتها ازاي. والمشكلة ان شريط حياتي كله جه قدام عينيا لما سمعت الخبر السيء ده. وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه، اعترف لجوزي عشان ربنا يكرمني وينجيلي الولد التاني، ولا اسكت واسيب الامور تمشي زي ما هي؟ بس انا لو اعترفت هروح في داهية. انا كل اللي هممني ان الولد يقوم بالسلامة، وخايفة يجراله زي الولد التاني واخسر الاتنين. ارجوكوا ساعدوني برأيكم، انا ندمانة وكل ندم، وبجد مش عارفة اعمل ايه. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل القصص الجديدة. ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة، وكمان متابعة لصفحة الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله.